السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين طلبة الأهلاوي. النهارده هنتكلم معاكم في موضوع مهم، مش عن الكورة بس حاجة مهمة جدا بقولها للشباب بالأخص اللي بره اسكندرية. الشباب اللي هم بره اسكندرية دول هوريكم دلوقتي منظر إن أنت بتخاطر بحياتك. الشواطئ المخصصة يا جماعة للسباحة دي كلها شواطئ رملة وبيبقى ليها بوابات وتخش بتذكرة وفي شمسية والكلام ده كله. ما ينفعش إن أنت كشاب تروح ترمي نفسك في مكان زي ده. مكان زي ده الناس بتيجي فيه تصطاد او بتيجي تقعد كده بعيد، ما بتبقاش مثلا زي ما انتم شايفين كده، ما بتبقاش مثلا اللي هو للسباحه. لان في حاجه عاوز اوريها لكم دلوقتي زي ما حصل مع الشاب اللي هو توفى من كام يوم اللي هو من الصعيد. هنا الميه هوري لكم كده، ثواني كده خليكم معايا، هوري لكم كده حاجه. هنا الميه اهي، لو انتوا هتاخدوا بالكم الميه هنا اهي متداريه انا هنزل اهو هوري لكم اهو الميه هنا. بصوا متداريه ازاي، بصوا الميه هنا متداريه ازاي، بصوا الموجه مداريه الميه هنا. بصوا خدوا بالكم كده ده بحر كده ميه، صح كده ميه. اول ما يجي الجزر يروح، بصوا الجزر، بصوا هعمل لكم زوم اهو، بصوا 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 هو كده قدامك بحر، هو كده قدامك ميه. بص موجه، هو الموج مغطيه، الموج مغطيه تمام. بص هو عباره عن ايه؟ بلوكات، هو عباره عن بلوكات. بصوا انا مستني بس الموجه. بصوا هو غرق في الحته اللي هناك دي اهي، الحته اللي هناك دي. بصوا يا جماعه الموجه بتغطي الميه، يعني الموجه دي بتغطي البلوكات. بصوا انت تحس ان ايه؟ مفيش حاجه. بصوا يا جماعه انا صغرت تاني اهو، بصوا كده قدامكم كأن موجه عاديه، فانت تنط عادي على انها تحت في ميه، تبص تلاقي تحتيك صخر. فيا جماعه ما نرميش نفسنا في التهلكه، ما نرميش نفسنا ونتعب قلب اهالينا وعيالنا وامهاتنا وابهاتنا. عشان معلش يعني تعالى عليك بطل اللي انت نزلت هنا، عمت هنا، انت كده بطل. لا، المكان ده بيبقى مخصص للصيد. وحتى احنا كصيادين، يعني انا كراجل صياد ما بروحش اخاطر بنفسي وانزل اقف على البلوكات اللي تحت دي. لا، انا بقف على البلوكات اللي فوق ممكن، ولو البحر عدل وبرمي ببوصه 8 متر 9 متر، برمي ببوصه طويله على اساس ان انا يعني ما عرضش نفسي للخطر. تمام. اللي انا عاوز اقوله لكم برضك يا جماعه ان انتوا لازم البني ادم يحافظ على نفسه ويحافظ على، يعني انت كشخصيه كإنسان مسؤول عن نفسك ومسؤول عن الناس اللي معاك. فليه أعمل في نفسي كده؟ أنا لما هنط من هنا، يعني حضرتك لو تبص كده، بص شايف البلوكات دي الموجة بتغطيها، ما بتبقاش باينة. فأنت لو هتنط من على البلوكة اللي من فوق دي كده، قدامك فيه كأنها مية عادية، كأنه بحر. فيا ريت يا جماعة كل إنسان يحافظ على نفسه ويخلي باله من نفسه عشان أهله، عشان ما يخليش أهله يتعذبوا من وراه ويتعب اهله ويتعب قلب امه او قلب ابوه. يعني عاوز اوريكم برضك، بصوا هنا في الميه، بصوا جوه، بصوا انا كده جوه خالص. بصوا انا عاوز اوريكم، بصوا جوه، بصوا جوه هنا في جزيره مش بلوكه اهي، هوريها لكم اهي اللي انا بعمل زوم عليها يا جماعه اهي. بصوا يا جماعه، دي جزيره. بصوا يا جماعه، انا اكتشفت اماكن للصيد هنا جميله جدا على فكره، يعني هنا اماكن جميله قوي جدا للصيد. بصوا دي جزيره، بصوا تقريبا، بصوا الموج. فيا جماعه ربنا يحفظنا ويحفظ كل شباب المسلمين يا رب. يا ريت اخر حاجه اقولها لكم والله بجد، يا ريت مفيش حاجه مستحقيه. الدنيا مش بتستحق. البني ادم لما بيروح على فكره بيسيب وراه اهل واسره وام واب واولاد. فبجد يعني بجد ربنا يحفظنا كلنا. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده، هو بعيد عن الكوره وبعيد عن الصيد، بس ده ممكن من منطلق حياتي في الصيد، يعني انا بصطاد فحبيت اقول لكم. اخر حاجه يا جماعه اقولها لكم عشان ما اطولش عليكم يا جماعه، شواطئ السباحه بتبقى شواطئ رمله. الشواطئ دي بيبقى ليها بوابات وبيبقى ليها كراسي وشماسي وبيبقى ليها قاعده وبيبقى على الرمله. بلاش حد ينزل البحر عند البلوكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت تدعموني وتعملوا لي لايك وتفعلوا زرار الجرس وتشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. عاوز الفيديو ده يوصل لكل واحد هيجي يصيف في اسكندريه او في اي حته ما يخاطرش بنفسه.
يا ريت تدعموني، واخوكم طبعا محمد طلبة الاهلاوي. يا رب يا رب اشوفكم على خير، وان شاء الله انتظروني الفيديوهات الجايه هتبقى ضرب نار للاهلي، الاهلي والزمالك. الفيديوهات الجايه، الصفقات اللي جايه والكلام ده كله هتشوفوا الايام الجايه مع بعض. السلام عليكم.